كتير قوي مننا سمع مقولة صاحب بالين كذاب، او بصيغة تانية صاحب بالين خسران منهم بال. طب عمرك سألت نفسك صاحب 3 او اكتر ايه ظروفه؟ انا بقى لو رجع بيا الزمن نفسي حد يقنعني ان المقولة دي اكبر كذبة، وان الواحد عادي جدا انه يمشي في طريق واثنين وثلاثة واربعة مع بعض. بس ده بيعتمد على حاجة واحدة، والمفاجأة انه مش بيعتمد على طاقة الواحد، لا ده بيعتمد على مدى شغفه وحبه للي هو بيعمله. يعني لو انت واحد محدد هو عاوز ايه بوضوح، حتى لو ده هيخليك تمشي في اكتر من طريق فهتعمله. وصدقني ده مش كلام شعارات وخلاص وانا جاي اردده لك، لان كل الناس اللي ما كانش عاجبها وضعها وحابه تغيره فما كانش قدامهم حل غير ان هم يكونوا صحاب بالين. وهضرب لك مثال على كده. لو حد مرتبه ضعيف وعاوز يغير وضعه المادي بجد بشكل يضمن له حياه كريمه، فساعتها مش هيكون عنده حل غير ان هو يشتغل شغلانه تانية جنب الشغل الاساسي، وفي الحاله دي هيضطر يتعلم مهاره جديده عشان يقدر يشتغل بيها الشغلانه التانية. فساعتها هو بقى صاحب بالين، سواء في الوقت اللي كان بيتعلم فيه المهاره او في الوقت اللي بيشتغل فيه الشغلانه التانية. كل ده وانا بكلمك في بند الشغل، فما بالك لو حسبنا كل امور حياه الشخص العادي. الشغل لوحده بال او اتنين، والاولاد بال، والبيت وغيره بال، والمستقبل وهمه بال، وغيرهم كتير. فكل اللي عايز اقوله لك ما تبقاش مقتنع بالمقوله الملعونه بتاعه صاحب بالين كذاب، لا خليك مقتنع ان صاحب بالين انسان مكافح، انسان بيحاول يكون مختلف. وممكن تعدد اهتماماتك وانك صاحب اكتر من بال تكون وقعت فيه بدون قصد منك، لانك عمال تحاول وتجرب اكتر من حاجه وما زلت مش مقتنع بحاجه تستقر وتثبت عليها. وممكن تبقى انت اللي اخترت انك تكون صاحب بالين او اكتر، وساعتها احييك على اختيارك. وغالبا اللي بيكون صاحب بالين او اكتر باختياره ده واحد عاوز يغير وضع حياته ككل. انا مثلا زمان ايام الجامعه بسبب اقتناعي بالمقوله ده كنت بحاول اقنع نفسي اني اركز على دراستي وبس، مع ان كان معايا وقت ومجهود اعمل اكتر من كده بكتير، سواء كنت اخد كورسات او اطور نفسي في مهاره معينه او غيره. بس للاسف زي ما قلت لك اقنعت نفسي بالمقوله دي، والنتيجه ان خلصت جامعه زي ناس كتير. بل بالعكس، في ناس اول ما خلصت الجامعه بسبب ان هم استغلوا وقتها صح كانوا محددين هم يشتغلوا في ايه وكان معاهم الامكانيات اللي تاهلهم لكده. اما دلوقتي من فتره قريبه ادركت الموضوع ده، وان المقوله دي كانت اكبر كذبه. هي جت متاخره حبتين ثلاثه، بس ان تاتي متاخرا خيرا لك من الا تاتي ابدا. ودلوقتي بقى بالنسبه لي عادي جدا ان خريج كليه حقوق وشغال في مجال المعمار وعندي محل ادوات منزليه على قدي، وكمان صانع محتوى على اليوتيوب والتيك توك وغيرهم من المنصات، مع ان الثلاثه ما لهمش علاقه ببعض خالص. بس اهم شيء اني مقتنع جدا باللي بعمله بغض النظر عن راي اي حد فيه، طالما انا مقتنع اني مش بعمل حاجه غلط. طبعا انا مش بحكي لك قصه كفاح ولا اقتناع، بس كل الموضوع ان دي نقطه تبان بسيطه قوي بس بتفرق فعلا في حياه الواحد، فحبيت اوضحها للناس لعل وعسى حد يستفاد منها. وبس كده. وفي النهايه عاوز اكد عليك ان صاحب بالين مش كذاب، لا للاسف المجتمع اللي اقنعنا بكده هو اللي كذاب. سلام.